بدأ الممثل التركي الوسيم إرتان سبان يوم أمس تصوير مسلسله الجديد. إرتان سبان والذي سيشارك إن شاء الله في بطولة مسلسل السلطان محمد الفاتح الموسم الثالث، من المنتظر أن ينتهي من تصوير هذا المسلسل الرقمي بعد عدة أسابيع، حيث أن هذا المسلسل يتكون من 8 حلقات قصيرة فقط. إرتان سبان والذي بدأ بالظهور في مسلسل السلطان محمد ابتداء من الحلقة 47 من خلال تجسيده لشخصية فلاد الثالث المعروف باسم دراكولا، نجح في نيل إعجاب المتابعين منذ الظهور الأول له، ومن المنتظر أن يكون له دور مهم جدا في الموسم الثالث، والذي سيتناول بشكل أساسي الصراع الكبير بين السلطان محمد وفلاد الثالث. وإليكم بعض المعلومات السريعة عن إرتان سبان. إرتان سبان ممثل مقدوني تركي من مواليد العاصمة المقدونية إسكوب بتاريخ 4/12/1977. الممثل بالغ من العمر 48 سنة، يبلغ طوله 192 سنتي. إرتان قام بدراسة المسرح في مقدونيا، وبدأ بالظهور على الشاشة في تركيا ابتداء من سنة 2003 من خلال المشاركة في مسلسل مقام السلطان، حيث قام بتجسيد شخصية رفيق في هذا المسلسل. بعد ذلك شارك بعدد كبير جدا من الأعمال الفنية، من أبرزها مشاركته في مسلسل وادي الذئاب، ومسلسل لتأتي الحياة كما تشاء، ومسلسل عبقري، ومسلسل الدم الفاسد. إرتان سبان شارك سنة 2018 في مسلسل السلطان محمد الفاتح، حيث قام بتجسيد شخصية قسطنطين في هذا المسلسل، والذي كان من بطولة الممثل الكبير كنان أمير زاريوغلو، وتم إنهاؤه بعد 7 حلقات فقط بسبب تدني نسب المشاهدات. إرتان سبان والذي يتابعه أكثر من 44 ألف متابع على الانستغرام، متزوج ولديه ابن واحد. الممثل الوسيم انضم مؤخرا إلى طاقم مسلسل السلطان محمد الفاتح، حيث سيقوم بتجسيد شخصية الكونت دراكولا، وهي شخصية مثيرة للجدل. في النهاية شكرا لكم على حسن المتابعة، رجاء الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.